الموتسوبيشي اوتلاندر سبورت على الرايق ولا مش على الرايق، ومين هم اهم المنافسين بتوعها، وهي افضل ولا المنافسين؟ الاوتلاندر يابانيه المنشا بس تصنيع وتقفيل اندونيسي بالكامل، وبتنزل مصر بفئتين، وبسعر بيبدا من 1.4 لحد 1.500,000 جنيه، وبتنزل بموتور 4 سلندر 1500 تنفس طبيعي بيطلع في سكه ال 103 حصان، ومتوصله بفتيس اوتوماتيك سي في تي، يعني نقدر نقول انها بطه بلدي، وعليها فرامل اي بي اس واي بي دي وبريك اسيست، ومنظومه الفرامل دي بقت ستاندر في كل العربيات، زائد ثبات الكتروني، وانا مش عارف انتوا ليه عاملين لها ثبات الكتروني، ما هي كده كده بتبقى ماشيه بالزق. وعليها عفشه قدام ماكفيرسون ورا كابل تورشن بيم، وبتنزل من 4 ل 6 اير باج وجنود 18 وشاشه من 8 ل 12.3 بوصه وعدادات ديجيتال. مين بقى هم اهم المنافسين؟ عندك الجيل الكوري، ودي بتنزل بموتور 1500 تربو بيطلع في سكه ال 171 حصان، وفتيس اوتوماتيك دول كلاتش ويت. والمنافس الثاني الجاك جي اس 3 الام زوم، ودي بتنزل بمكنه 1500 تربو بيطلع في سكه ال 177 حصان وفتيس دول كلاتش ويت. فبالتالي هي بعيده جدا عن المنافسين بتوعها، وكلهم قريبين جدا من السعر، بس انت عندك الجيلي والجي اي سي فيهم شويه من الاوبشن والكماليات، وفرق الاداء بعيد جدا عن الاوتلاندر، وبكده نقدر نقوله بكل صراحه ان الاوتلاندر مش على الرايق نهائيا.